من حوالي 10 سنين لو كان حد قال لي اشتغل في وظيفة أو شوف لك شركة اشتغل فيها أو الكلام ده، كنت دايمًا بارفض، يعني كنت بارفض الموضوع ده تمامًا، ودايمًا باقول إن أنا عايز أبقى على حريتي واشتغل freelancing وأعيش حُر زي ما أنا عايش، وأعمل اللي أنا عايزه وما حدش مقيدني بوقت معين. لكن تقريبًا من حوالي سنة ونُص اتعرض عليَّ job offer وساعتها وافقت. آآ الموضوع طبعًا يعني ما جاش direct كده، أنا أصلًا كنت خايف جدًا فكرة إن أنا أشتغل في شركة. أنا طول حياتي شغال freelancing. يعني ما اشتغلتش في شركة قبل كده وما كنتش شغال في منظومة أو system معيّن كده، ما جرّبتش الإحساس ده. فكنت عشان آخُد القرار خدت وقت كبير جدًا عشان آخُد قرار إن أنا أوافق على الوظيفة. ولمّا عملت interview قُلت لهم أنا محتاج شهر عشان أخلّص شغل عندي الأول. وطبعًا هو ده كان سبب، بس كان السبب الرئيسي إن أنا خايف وعايز آخُد قرار مش عارف. وناس كتير بتبقى واقفة في الحتّة دي ومش عارفة تاخُد قرار مضبوط بالنسبة إن أنا أشتغل كموظف والّا أشتغل كfreelancer. فأنا حبّيت أعمل الفيديو ده عشان يعني أقول لك إزاي تختار تشتغل موظف والّا freelancer بناءً على شخصيتك وبناءً على ظروفك. وكمان هاقول لك على حَل، يعني خلّينا نقول إن هو هيحقق المعادلة الذهبية في الموضوع ده، بس الحل ده هيبقى موجود في آخر الفيديو. والموضوع ده أنا باكلّمك فيه من واقع خبرة ومن واقع إن أنا طول حياتي شغّال freelancing مرّات عديدة بس اللي اشتغلت فيها كموظف قبل ما عمومًا ما اشتغل freelancing، وحاليًا شغّال full time. خلّيني بس الأول أقول لك الفرق بين الوظيفة والعمل الحُر. ولو هنبدأ بمميزات الوظيفة فهي ليها 3 مميزات تقريبًا. أولًا مبلغ ثابت كل شهر بتاخده، لو في تأمين صحّي أو معاش، وكمان مسؤوليات محدودة ووقت محدود. أمّا لو هنتكلم عن عيوب فهُم برضه 3 عيوب. أولًا وقتك للشركة مش ليك، وثانيًا في limitation في الدخل بتاعك وبرضه في الpromotions اللي هو الترقية. وأكبر مشكلة هي حتّة الروتين. ممكن الموظف يكون عنده روتين يومي مُمِل، وده طبعًا بيختلف من شغلانة لشغلانة. أمّا العمل الحُر فلو هنقول إن ليه مميزات، فهي مميزاته إن وقتك ملكك. أنت تقدر تختار المشاريع اللي هتشتغل عليها واللي مش حابب تشتغل عليه مش هتشتغل عليه، فدي برضه حاجة من ضمن المميزات. وكمان ما فيش limitation للدخل بتاعك كل شهر. أمّا بقى العيوب، هو مش هاقول إن دي عيوب أوي، يعني هي ممكن تكون عيوب لبعض الناس، بس أنا برضه شايفها challenge. أنا عمومًا مش شايفها عيوب في العمل الحُر عمومًا، أنا شايفها challenge. أولهم إن الدخل مش مستقر. يعني أنت ممكن يدخل لك مثلًا مبلغ في الشهر، شهر تاني يدخل لك مبلغ أقل، الشهر اللي بعده ما يدخلش خالص. الدخل الغير مستقر أنا شايفه من أحد عيوب العمل الحُر. أمّا النُقط اللي هاقولها لك بعد كده، فأنا شايف إن هي challenge. أول نقطة إن هي محتاجة صبر واجتهاد كتير جدًا عشان تبني سُمعة واسم ليك. تاني حاجة إن أنت مسؤول عن كل حاجة بتعملها، يعني أنت ما فيش غيرك، أنت مسؤول عن التسويق، أنت مسؤول عن الوقت، أنت مسؤول عن الحسابات، أنت مسؤول عن كل حاجة تخُصّك. خلّينا نتكلّم بقى في نقطة لو أنت عايز تختار ما بين الاتنين، تختار إيه حسب شخصيتك وظروفك. لو أنت شخص بتحب الاستقرار والأمان، لو أنت شخص بتخاف من الrisk، لو أنت شخص منظَّم وروتيني. مش باقول إن الfreelancer مش منظَّم، بس يعني أغلب الfreelancers وقتهم بيبقى مشتَّت شوية وشغلهم مشتَّت مش منظَّم بعكس الموظفين. خلّيني أقول لك إن الصفات دي أنا أرشّح لك إن أنت تخُش الوظيفة بقلب جامد، لإنّك هتكون متميّز جدًا كموظف. أمّا لو أنت شخص بتحب الحرية وبتحب الاستقلالية وبتحب المغامرة وما عندكش مشكلة إن أنت تاخد risk، بتحب تطوّر دايمًا وتتعلّم حاجات جديدة، فأنا أنصحك إن أنت خلّيك في الfreelancing. طب تعالَ نبُص للواقع بتاعنا. في الوقت اللي إحنا فيه ظروف الناس صعبة جدًا. ناس كتير مش عارفة تواكب الinflation اللي بيحصل، شباب مش عارفة تتجوّز ولا شباب عارفة تعمل حاجة. ناس كتير بتعاني سواء موظف أو freelancer طبعًا مش كل الناس، بس ناس كتير أوي من اللي شغالين بيعانوا. نعمل إيه؟ أنا شايف إن إحنا عندنا وقت كتير بنضيّعه. يعني وقتنا إحنا مش مهتمين بيه، أغلب وقتنا قاعدين على السوشيال، قاعدين نقلِّب، قاعدين نعمل. لأ، أنت حاول تستغل كل دقيقة وكل وقت عشان تحقق هدفك اللي أنت عايزه. حاول يعني ما تسيبش نَفْسك للدنيا كده، لأ، اعمل لنَفْسك نظام معيّن. لو أنت موظف نصيحتي ليك اتعلّم مهارة جنب الوظيفة، لإن الوظيفة غالبًا ما بيكونش فيها تطوير. فأنت طوّر نَفْسك عن طريق مهارة تانية أو حرفة تانية اعملها في الوقت اللي أنت مش شغال فيه وظيفتك. يعني لو افترض إن أنت بتشتغل 8 ساعات، لو عملت كل يوم ساعة بس تتعلم فيها مهارة، في خلال سنة هتفرق معاك جدًا. وممكن تشِفت أصلًا بعد كده للعمل الحُر اللي أنت اتعلمت له المهارة بتاعته لو أنت بقيت قوي في المهارة دي. خلّيني بقى أقول لك النقطة
اللي لازم تاخد بالك منها أوي كموظف عايز يشتغل freelancing قبل ما تعملها. ما ينفعش إن أنت تكون موظف وتقول أنا خلاص هاشتغل عمل حُر أو اشتغل freelancing وبكرة الصبح تسيب شغلك وتقول أنا شغال freelancing. ده مش صح. لو أنت مسؤول من ناس، مسؤول من زوجة، مسؤول من أطفال، كلام من ده، لازم تبقى واعي لاختياراتك ولازم تاخد قرار في وقت صح وقرار يكون سليم وتفكّر فيه كويس. طيب الحل بقى إيه واللي هي القاعدة الذهبية اللي باقول عليها أو الحاجة اللي أنا شايفها الهيرو بتاع الموضوع كله، أنت في خلال سنة أو سنتين بالكتير جدًا ممكن تكون اتعلمت مهارة وأتقنتها بجانب شغلك كوظيفة. إزاي؟ أنت شغال 8 ساعات، لو حطيت ساعة كل يوم بس اتعلمت فيها مهارة جديدة، صدّقني في خلال سنة هتروح في حتّة تانية، هتكون حد professional أوي في المهارة دي، سواء هي برمجة، سواء هي 3D modeling، سواء graphic design، social media management أو marketing. كل الحاجات دي مهارات أنت ممكن تتعلمها وأنت في مكانك، وفي نفس الوقت تقدر تطلع منها بشغل قوي جدًا وبincome حلو جدًا لو أنت قدرت تبقى حد professional فيها. فأنا نصيحتي ليك قبل ما تاخد خطوة زي دي، فكّر كويس واعمل زي ما باقول لك. اشتغل لمدة سنة على الأقل على المهارة بتاعتك واصقلها كويس، وبعدين خُد قرار إن أنت تشتغل freelancing. ساعتها هتكون مطلوب فعلًا في سوق العمل، وممكن كمان في خلال الفترة اللي هي بتاعة السنة دي تعمل personal branding كويس، بحيث إن أنت لمّا تيجي تاخد الخطوة إن أنت تشتغل freelancing تلاقي لنفسك الدنيا تقدر تشتغل، ليك اسم، ليك وضع، كلام من ده. أمّا لو أنت بقى freelancer وعايز تبقى موظف، أنا عارف إن هي صعبة شوية لإن أنا عملتها، بس هي صعبة. فكرة إن أنت تكون حُر وما فيش حد مقيّدك بحاجة وبتشتغل وبيدخل لك مبالغ في الشهر مختلفة، ممكن تكون كبيرة أو قليلة، بس أنت متعوّد على الحرية المالية أو متعوّد على حرية الوقت، فأنا عارف الموضوع صعب شوية. بس صدّقني أنا هاقول لك يعني دي من وجهة نظري الشخصية، ما تاخدش قرار إن أنت تشتغل موظف إلا في حالة واحدة، إن أنت هتقدر تmix ما بين الاتنين، لإن اللي اتعوّد على الحرية مش هيقدر يتقيّد بعد كده. فأنا نصيحتي ليك لو أنت تقدر تmix ما بين الاتنين إن أنت تشتغل freelancing وفي نفس الوقت وظيفة، اعمل كده. مش هتقدر، خلّيك freelancer زي ما أنت وإن شاء الله ربنا هيكرمك، لإن أنا شايف إن ربنا اللي هيرزقك وأنت في وظيفة، وربنا اللي هيرزقك وأنت في freelancer. فأنت استعين بالله وطوّر من نفسك وكمّل في إن أنت تكون مثابر وعندك الصبر والاجتهاد وإن شاء الله هتنجح. طبعًا الكلام دوّة للناس اللي فعلًا عندهم مهارة الاجتهاد والصبر وتطوير النفس. ما ينفعش تقول أنا شغال freelancer وأنت أصلًا مش بتطوّر نفسك ولا بتتعلم ولا بتحقق خطوة قدّام. أنت كده شخصيتك دي تنفع كموظف مش كfreelancer، مش كحد يشتغل حُر. فأنت لأ، يعني اعرف شخصيتك مناسبة مع إيه بالضبط، اشتغل الحاجة اللي مناسبة لشخصيتك وظروفك.